اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الصيدلة المتميز. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كريم سكينورين. كريم سكينورين مكوناته ايه؟ مكونات كريم سكينورين يحتوي على حاجه اسمها حمض الازيليك. حمض الازيليك ده له فوائد كتير للبشره، بيعمل على تبييض البشره والتخلص من البقع الداكنه، عن طريق انه بيقلل انتاج صبغ الميلانين، الصبغ المسؤول عن التصبغات او تكوين البقع السوداء. وكمان بيستخدم كمضاد بكتيري بحيث يحمي البشرة من نمو البكتيريا اللي بتسبب حبوب الشباب. لذلك استخدامات الكريم ده ايه؟ رقم واحد بيستخدم في تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة والكلف. رقم اتنين بيستخدم في علاج آثار الحبوب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء. رقم تلاتة بيقلل حبوب الشباب عن طريق زي ما قلنا محاربة البكتيريا اللي بتسبب الحبوب، وكمان بيقلل إفراز الزيوت من البشرة. رقم أربعة بيستخدم في تقشير البشرة، وبالتالي هيدي نضارة وهيدي إشراق للبشرة. ورقم خمسة بيستخدم في توحيد لون البشرة. مميزات كريم سكينورين إن هو مناسب لكل أنواع البشرة، وما بيسببش انسداد المسام، وخالي من البرابين وخالي من العطور، وقوامه خفيف على البشرة وامتصاصه سريع. نستخدمه ازاي؟ عن طريق ان انا اخد كمية صغيرة من الكريم واحطها على المكان اللي فيه تصبغ او اللي فيه حبوب. بيدلك برفق في حركات دائرية كده زي المساج، ويستخدم مرة او مرتين يوميا على حسب تحمل البشرة. الأعراض الجانبية بتاعته إنه ممكن يسبب تهيج للبشرة أو احمرار خفيف أو جفاف للبشرة. لذلك واحنا بنستخدم كريم سكينورين لازم نستخدم معاه مرطب مناسب لنوع البشرة، وكمان لازم نستخدم واقي شمس لو احنا بنتعرض للشمس. شوية معلومات سريعة عن كريم سكينورين. قلنا إن كريم سكينورين يستخدم للتبييض، وكمان لحبوب الشباب، في علاج حبوب الشباب. وكمان بيستخدم لعلاج اسمرار الأكواع والركب، وكمان تفتيح المناطق الحساسة. وكريم سكينورين لا يحتوي على كورتيزون، وكمان آمن جدا للحوامل والمرضعات. في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم عن تركيبات او خلطات بيدخل فيها كريم سكينورين فعالة جدا لعلاج التصبغات والبقع والكلف واثار حبوب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات وهنرد عليه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واعملوا شير عشان غيركم يستفيد.